انت لو نزلت اعلان مره واحده بس وصرفت عليه كويس، انت مش محتاج تصرف اعلانات تانية خالص. انت كده الناس عرفتك. طبعا الكلام ده مش صحيح. الحقيقه ان الاعلان عامل زي السلام عليكم كده. لو بتعمل اعلان للناس اول مره تشوفك كانك بتقول لهم السلام عليكم. انت بقى لو سلمت على واحد مره وما سلمتش عليه تاني او ما شافكش تاني، تفتكر هيفضل فاكرك؟ طيب لو كل شويه تخش تسلم عليه او تكلمه في موضوع معين او تقدم له قيمه او تقعد معاه في اي مكان وتتكلموا في موضوع معين، هل هيفضل فاكرك ولا هينساك؟ اكيد هيفضل فاكرك، واكيد هيفضل فاكر اسمك وهيتعامل معاك. ولو احتاج حاجه انت بتقدر تقدمها له، اكيد اول واحد هيجي في دماغه انت. نفس الكلام في التسويق. اعلان واحد يخلي الناس تعرفك وممكن يخلي الناس تخش عندك، بس الاستمرارية في التسويق هو ده اللي بيبني العلاقة، هو ده اللي ممكن يخلي الناس تشتري منك. يعني الاستمرارية في الإعلانات والمحتوى وإن أنت تقدم قيمة للعميل بتاعك، هو ده اللي هيخلي العميل يشتري منك. وخلي بالك، السوق بيتغير والمنافسين كلهم شغالين كويس وعارفين بيعملوا إيه. وبكل بساطة لو أنت وقفت إعلانات وتسويق، غيرك هيركب مكانك وهيصاحب عميلك وهيقدم له محتوى احسن منك، وهيفضل العميل مع الشركة او الشخص اللي بيقدم محتوى وبيفيد العميل بتاعه ومستمر في الاعلانات ومستمر في المحتوى. بس كده. انا كريم عطية، ولو عجبك المحتوى ده اعمل لي فولو، والسلام عليكم.